حقيقي المقولة اللي بتقول من قال لا أعلم فقد أفتى، حقيقية 100% يا جماعة. لقيت عندي على الفيس ناس كتيرة بتتناقش في موضوع عن الحمام، وبيقولوا إن الحمام عنده البيض على طول بيطلع فاضي، وإن هو خلاص زهق وهيبطل هواية وهيبطل تربية حمام. ناس تانية نصحت بعلاجات وحاجات ليس لها أساسا من الصحة. طب إيه الصح وإيه الغلط؟ تابع معايا وهتشوف. انا جيت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اولا بشكر كل متابعينا الكرام، بشكر الناس اللي بتحفزنا لنقدم كل ما هو جديد، الناس اللي بتضغط لايك، الناس اللي بتكتب لنا كومنت بيحفزنا ان احنا نشتغل، والناس برضو اللي عندها اسئله وبتكتب لنا في الكومنتات. النهارده باذن الله برضو سؤال جالنا من احد المتابعين ان شاء الله باذن الله، بيتكلم وبيقول انا عندي البيض كتير جدا، حمام شغال بسم الله ما شاء الله، الموسم بدا عندي زي ما انا قلت بالفعل، حمام بيبيض، بس للاسف باجي اعمل اشعه على البيضه نفسها بشوف بلاقي ان البيض فاضي، بشيل البيضه ارميه والحمام بيشتغل تاني بعد 15 يوم وبيبيض تاني، وبرده باجي ابص الاقي البيض فاضي وارميه، مع العلم انا مش عارف ايه السبب، وخلاص انا زهقت وببطل تربيه الحمام. لا ما تبطلش تربيه الحمام، هقول لك ايه السبب في موضوع ان البيض عندك غير منخصب او بيطلع فاضي، هقول لك الاسباب اللي احتمال تكون انت السبب فيها، والاسباب اللي ممكن يكون الحمام فيه عيب خلقي فيها وبيخليه البيض عنده بيطلع فاضي. ايه هو السبب؟ يلا بينا نشوف. ناجح وموفق باذن الله. الاسباب يا جماعه بتنطبق على عده حاجات، بيكون احيانا المربي هو السبب فيها. اولا ضيق المكان دوت، لو المكان مش متسع والمكان ضيق بيجي الذكر يعتري الانثى اثناء عمليه التخصيب او التكاثر، ما بيقدرش لان المكان ضيق مش واخد راحته طبعا، فبالتالي عمليه التلقيح بتبقى غير سليمه، عشان كده بيطلع البيض فاضي. هل هو ده السبب؟ لا طبعا في سبب تاني. طيب انا مش حاطط الحمام عندي في سلكات زي كده، الحمام عندي في قطيع يعني في غرفه والحمام سايب فيها، وبرضه بلاقي ان البيض بيطلع فاضي، معلق اقفاص في الحيطه على الحيطه او صفيح الحمام عندي بيدخل وبيطلع منه، وبرضه البيض بيطلع فاضي. بصوا يا جماعه السبب في الكلام ده كثره القطيع، يعني ما ينفعش اكون عندي اوضه مترين في مترين او 3 في 3 وحاطط فيها 60 70 جوز، زحمه القطيع ايه اللي بيحصل فيها بالظبط؟ الذكر اثناء عمليه التكاثر الحمام سبحان الله فيه غيره زي البني ادمين بالظبط، سبحان الله تبص تلاقي مثلا الذكر بدا ان هو يوشوش، كلمه يوشوش الانثى يعني بياكلوا بعض، بيحطوا بقهم في بق بعض، فبالتالي كده دي عمليه تزاوج سليمه، ويبدا بعدها على طول عمليه التكاثر، فبيبدا في الوقت دوت يجي الذكر يعتري الانثى، بيجي ذكر تاني سبحان الله بيجي بيزقه من فوق الانثى الاخرى، بالتالي برضه عمليه التلقيح بتبقى عمليه فاشله، وبالتالي برضه البيض بيطلع فاضي. طيب في اسباب تاني؟ ايوه طبعا في اسباب تاني. ايه هي الاسباب التاني؟ ان انا راجل دلوقتي باكل الحمام عندي، بحط له عيش بس، بحط له قمح، القمح بيبرم فرد الحمام بيخليه ضعيف، بحط له نوع واحد من الحبوب، فبالتالي ما خدش العناصر المتكافئه. يعني لازم يكون في تنوع في الكلفه زي ما اتكلمنا، في بسله، في ذره عويجه، في ذره صفراء، في ذره فيومي، في فول، الحاجات الغنيه بالبروتينات ديت لازم تكون موجوده. الذكر صحته تمام بيبدا عمليه التخصيب بتكون برضو العمليه بتصح بنسبه 100%، وابدا ان انا يطلع عندي البيض او الحصى، كلمه حصى اللي هو البيض يعني المصطلح الغواه، بيطلع عندي عمران. طيب لحد كده تمام؟ كله بقى تمام يا باشا، 100 100. طبعا لحد كده تمام. طيب في سبب تاني؟ طبعا في سبب تاني. ايه هو السبب التاني؟ السبب التاني يا جماعه ان انا راجل جبت الحمام، حطيت الحمام بحط له اكل وميه وبغير الميه وتمام التمام وخلاص على كده. بصوا يا جماعه وجود الديدان سبب اساسي في اضعاف الحيوانات المنويه عند الذكر، وبالتالي بيطلع البيض فاضي. لازم اكون انا متابع، عامل دوره للقضاء على الديدان دوت، لازم تكون اساسيه. بمعنى انا النهارده هدي دوره ديدان، بشتغل بحاجتين، حاجه اسمها ستاره البرازيل بيطري زي ديت، او حاجه اسمها بندكس بشري زي ديت. انا ببدا ان انا اجيب، لو انا هجيب ستاره البرازيل ببدا اخد مسح معلقه شاي من المسحوق ده وبحطها على لتر الميه وببدا اقدمها للحمام على عطش، بمعنى قبلها بيوم، يعني مثلا انا هدي الجرعه دي بكره، اجي النهارده ما اشربش الحمام من المغرب، اشيل الميه من قدام الحمام، تاني يوم الظهر ابدا احط الميه، بس بحط الميه اللي فيها البودر اللي انا اتكلمت عليه اللي هي سترات الببرازين، وابدا احطها للحمام
حوالي ساعه من الوقت وابدا اشيل الميه دي، خلاص كده قيمتها ملهاش لازمه، ببدا ادلقه واحط له ميه نظيفه. بعد 15 يوم بعمل نفس اللي عملته تاني واحط الميه. ليه بعمل كده؟ بعد 15 يوم في يرقات، اليرقات دي يا جماعه اللي هو بيض الديدان، ده ممكن يكون انا قضيت على الديدان الكبيره اللي هي كانت في ايه الطيور عندي نفسها. بعد 15 يوم كان في بيض مثلا موجود من الديدان ديت، بدات اليرقات دي تفقس فطلع ديدان، انا خلاص عملتها مره في دماغي ان خلاص الموضوع ده خلاص انا خلصت منه. لا طبعا ممكن اليرقات ديت تبيض فبعد تطلع ديدان صغيره، فبعد 15 يوم بقضي حتى اذا طلع ديدان انا قضيت عليها كده، بتبقى عمليه ناجحه 100%. دي الحاجات اللي انا ممكن اكون سبب فيها بالنسبه للحمام، وعشان كده بيضه بيطلع فاضي وانا مش عارف. في حاجات تانية بقى ممكن يكون الحمام هو السبب. ايه هو الحاجات اللي بتخلي الحمام السبب في ان البيض بيطلع عنده فارغ غير مخصب، وايه هي الحاجه اللي بتعطل الانتاج؟ اهم حاجه تكونوا فهمتوا وتعملوا باللي انا اتكلمت عليه. اخيرا فهمتني يا وديع. طيب ايه بقى هي الحاجه اللي بتخلي الحمام عندي سبب فيها او بيكون اساس في عطله عجله الانتاج عندي؟ اولا كبر سن الذكر. كده الانثى هتبيض قلنا مفيش اي مشكله. كبر سن الذكر بمعنى ان الذكر سنه كبير عجز خلاص بقى عقيم، فسبحان الله الانثى بتبيض دايركت. ليه؟ لان عندها العنقود جاهز، هي لسه في صحتها، فبالتالي هي عندها دوره شغاله ان هي تنتج لي البيض ده، بس التخصيب اللي فيه غير سليم لان خلاص الذكر نفسه سنه كبر، قاعد عندي 10 11 12 سنه، في يا جماعه اعمار بتعدي كده على فكره. فبالتالي خلاص فانا لازم الجا ان انا اغير الذكر. طيب ايه كمان ممكن يعوق لي موضوع عمليه الانتاج بالنسبه لعدم تخصيب البيض؟ احنا بنتكلم في عدم تخصيب البيض، الاسباب اللي بتخلي البيض عندي فارغ ما فيهوش كسر ما فيهوش اجنه. تاني سبب يا جماعه هو ايه؟ قله الخبره عند الذكر او الانثى. ايه الكلام ده؟ بص يا جماعه سبحان الله، لو انا جبت يعني الحمام ده لو انتج عندي وخدت الزغلولين هم عياله وجوزتهم لبعض، هي الذكر غشيم والنتايه لسه غشيمه، في وضعيه معينه بتعملها الانثى اثناء عمليه التكاثر للذكر عشان يقدر ان هو يخصب الانثى كويس، فبالتالي هي ما عندهاش الخبره، ما بتبقاش مدركه، مش عارفه ايه هو ازاي تبقى جاهزه للذكر في الوقت ده. الذكر كذلك الامر، عند اعتلاء الانثى تبص تلاقيه هو عمليه تكاثر غير صحيحه لان هو مش عارف لسه بالنسبه له حاجه جديده، فبالتالي عاوز وقت شويه. طب انا اعمل ايه حل المشكله ده؟ حل المشكله ديت يا جماعه ان انا لو انا عندي الانثى صغيره ممكن اجيب ذكر يعني اشتغل خبره اشتغل قبل كده، ولو العكس لو عندي ذكر لسه انا كنت مربيه مثلا احاول اجيب له انثى تكون شغاله، يعني كانت شغاله عند حد مثلا قبل كده، بحيث ان انا اقدر اصحح المعادله بينهم لحد كل واحد ما يبقى عارف ايه هي مهامه. ده سبب من الاسباب. طيب في اسباب تاني؟ طبعا في اسباب تاني، وهي كثافه الريش عند فتحه المخرج. معناه ايه الكلام ده؟ بصوا يا جماعه، الانثى هنقول مثلا زي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، دي يا جماعه انثى بلقه قشر بندق. المكان ده اللي هو تحت، بصوا الرجوله هي تحت هنا كده، المكان ده ساعات بيكون كثيف بين الريش. هنا عندي فتحه المجمع او فتحه المخرج بالنسبه للانثى وللذكر. الريش ده ممكن يعوق اثناء تكاثر الذكر فوق الانثى، الريش دوت بتيجي فيه الحيوانات المنويه نفسها، فبالتالي عمليه تلقيح بتبقى فاشله وانا مش عارف ايه هي السبب. ببدا اعمل ايه؟ ببدا اقص الزيادات اللي هنا، مقص عادي جدا زي كده، وباجي على الريش ده وبعمل كده وبقص واحده واحده. طبعا انا عامل انا الكلام ده عندي، ببدا ان انا اقص المكان ده على قد ما اقدر. طيب هتقول لي ما انا ممكن اشد كده، يعني اشد الريش وخلاص، ايه اللي يخليني اجيب مقص واعمل اللي انا بعمله ده؟ لا يا جماعه طبعا ما ينفعش، لان لو انا شديت الريش ده هيبدا ينبت تاني زي الشوك، بيبدا انابيب صغيره جدا بتبقى زي الشوك، او بعد كده بيطلع منها الريش اللي انتم شايفينه ده. طيب في الوقت دوت الشوك ده ممكن يشك الذكر نفسه وهو اثناء عمليه التخصيب بالنسبه للانثى، فبالتالي برضه هتطلع عمليه انتاج فاشله وبيض هيطلع فاضي، فلازم اللي انا اقص مش انتف الريش، دي حاجه. طيب انا عملت الكلام ده ولسه، بصوا يا جماعه شايفين الريش ده؟ ريش القواضب، الريش الطويل ده، بصوا لو خدت بالكم هتلاقوا ان الريش ده جاي لحد اخر الديل. بصوا الديل فين اهو، بصوا يمكن معدي من الديل كمان، بصوا الريش اهي، بصوا الديل فين. اثناء عمليه التكاثر لو هي الانثى زي ما احنا اتكلمنا عدم الوضعيه السليمه بالنسبه للذكر اثناء التخصيب، بيجي الذكر يعتري الانثى وهو نازل الريش ده بيحوشه، بصوا الريش ده بيحوشه. فانا بعمل ايه؟ ببدا ان انا اقص ريش القوادم ده العالي ده
ببدا ان انا اقصه. بتبقى الموضوع هنا سهل جدا. خلاص انا شلت الريش اللي هو الناعم اللي اتكلمنا عليه دوت اللي عند فتحه المجمع او المخرج، وشلت الريش السوابق ده قصيته بالمقص. ما ينفعش يكون عند انثى وانت في الريش بتاعها. الناس اللي هي ما تبقاش عارفه بيبقى عنده انثى زي كده بيبدا ان هو تك 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 يشيل الريش ده كله. طبعا ده اكبر غلط، لان الريش بيتغذى على اكل الحمامه نفسها عشان ينبت من اول وجديد، فبالتالي بتتاخر في عمليه البيض. لان اللي كان الفيتامينات او الحاجه اللي موجوده في جسمها اللي كان هيستفاد منها البيض، انا خليت الريش يستفاد منها لان نتفته تبدا النتايه تتاخر عندي في البيض. عشان كده موضوع تاخير البيض عند بعض الناس بسبب نتف الريش. لا انا اقص بالمقص بس انما ما انتفش الريش. كده انا سهلت العمليه خالص بالنسبه للذكر والانثى بعد قص الريش ده وبعد قص الريش اللي عند فتحه المجمع او فتحه المخرج، عشان خاطر التلقيح يكون سليم وتمام 100%. طيب لحد كده احنا عرفنا الاسباب اللي هي ممكن تقابلنا بالنسبه للحمام. في سبب تاني؟ طبعا في سبب تاني، واحتمال يكون جديد جدا على مسامع حضراتكم. ايه هو السبب التاني؟ ان شاء الله باذن الله هقول لك عليه، عشان خاطر اهم حاجه ان محدش يضحك عليك. السبب بقى يا جماعه واللي يمكن قليل جدا اللي اتكلم فيه، حاجه سبحان الله يمكن زي ما قلت لكم جديده على مسامع حضراتكم. ايه هي؟ هي وجود اظافر طويله في ارجل الحمام. اظافر طويله. ايه الاظافر الطويله؟ مالها الاظافر الطويله؟ سبحان الله يا جماعه، بصوا الحمام ده بيبقى ليه اظافر، طول الاظافر ده بيبقى معرف ليه من طول عمره او سنه. تمام؟ بتلاقي فرد حمام ساعات ضفره طويل وملفوف سبحان الله، فرد حمام تاني بتلاقي ضفره قصيره، ده بيبقى صغير شويه في السن. في حمام تاني بتلاقي ضفره عامل زي الشوكه او عامل زي الابره. طب انا اعمل فيه ايه؟ بصوا يا جماعه، الضفر ده بيتقص سبحان الله عادي جدا جدا. في علامات معينه في الضفر لازم اكون عارفها، لان طبعا مش اي حته هبدا ان انا اقص، لان انا ممكن اقص لا قدر الله باجي على الحته اللي هي الحيه في الضفر دوت او اللي فيها انبوب الدم دوت وابدا ان انا اقصها، فبالتالي فرد حمام عندي هينزف. طب ايه مشكله الضفر وايه مشكله البيض الفاضي؟ هقول لحضراتكم. بصوا ده ذكر اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، صعب جدا. بص عدواني جدا يا جماعه الذكر ده. عايز اقول لكم ان عضته اقسم بالله صعبه جدا جدا يعني، ربنا يهديك. بصوا يا جماعه بقى، شايفين الاظافر دي؟ بصوا معايا، بصوا شايفين الضافر ده طول ايه؟ بصوا سبحان الله. طيب ايه مشكله يعني؟ بص الضوافر اهي، ايه المشكله في الضوافر؟ بص يا جماعه، من ضمن الاسباب اللي انا ممكن اكون مش واخد بالي منها ان الذكر اثناء اعتلاء الانثى كده وهو على الانثى من فوق، الضوافر دي بتشك الانثى في ظهرها سبحان الله، بتوصل لحد الجلد بتاع ظهرها، فبالتالي الانثى ما بتستحملش الذكر فبتبدا ان هي تجري من تحتيه. اصبحت عمليه تلقيح فاشله. انا شفت بعيني ان الذكر بيعتري الانثى او بيعمل تكاثر سليمه بين الانثى، بس انا مش عارف فيه ايه. الضافر ده يا جماعه بيكون هو السبب. طب اعمل ايه في الضافر؟ الضافر دي يا جماعه بتاعت اللي هي لو سبب، انا بتكلم ان دي من ضمن اسباب، انا بتكلم ان دي اجتهادات انا لازم اكون بعملها، لازم اكون فاهمها، بحيث ان انا اكون غاوي محنك زي ما بيقولوا، فاهم. جربت حاجه واتنين، ما كانش الضافر، اصبح الريش اللي انا اتكلمت عليه هو اللي عند المخرج، ما كانش كده ممكن يكون الذكر كبير في السن، ما كانش كده ممكن يكون المكان ضيق، ما كانش كده ممكن يكون زحمه الحمام، فده سبب من ضمن الاسباب. بعمل ايه؟ الضافر اهو نبدا ان انا ابص فيه كده. لو انا مشيت مع الضافر، طبعا هو احتمال ما يظهرش هنا، لو انا مشيت مع الضافر دوت من هنا ببص من فوق هلاقي ابيض، من تحت كده بلاقي زي لون احمر اللي هو الدم ماشي فيه من هنا في كل ضافر من الضوافر دي، في كل ضافر. لو انا ركزت شويه هشوف حضراتكم اللي انا بقول عليه. شوف كده احتمال يكون كده ظاهر الضافر اهو. لو انا ركزت شويه هلاقي ان الضافر ابيض من فوق، وفي نص الضافر احمرار اللي هو الدم الموجود. ببدا اجيب المقص بتاعي اهو، ركز كويس اهوت، وابدا عند الضفر الحته اللي هي السمراء، ماليش دعوه بالحته اللي فيها دم تحت اهي. ركز معايا، بصوا انا كده ايه ماسك الضافر اهو، بصوا اهو. هل جاب دم؟
لا طبعا. كده انا كسرت الشوكه اللي كانت موجوده فيه اللي هي هتشك الانثى. اجي عند الضفر الثاني بالراحه خالص اهو، برضو عند المكان اللي هو ايه ما فيهوش الدم اهو. بصوا اهو اهو مفيش سبحان الله دم. ادي ضافر من ضمن الضوافر اهو اهو. بصوا سبحان الله كده الاحمرار اللي جوه مكان اللي فيه الدم اهو. وادي ابدا على كل الضوافر بالنسبه للذكر. اثناء عمليه التخصيب مفيش حاجه بتشك الانثى من فوق ظهرها من فوق، فبالتالي بتبقى عمليه التخصيب سليمه 100%. احتمال تكون الكلام ده جديد على مسامع حضراتكم زي ما قلت، او اول مره تسمعوه. ده اجتهاد في حب الغيه ان شاء الله باذن الله. حاجه سهله، حاجه بسيطه، بجتهد. مش معنى كده ان ايأس ان انا ابطل تربيه حمام مجرد ما يحصل عندي مشكله زي كده هجرب. طيب لو انا عملت الكلام ده كله ومفيش حاجه، في بعض الادويه اللي ممكن ناخدها للحمام بتاعنا بنقدمها له، مثلا زي اللي هي سيلينيوم الايطالي يفضل عن المصري، كويس جدا جدا. بحط سنتي على لتر الميه وبقدمه للحمام ده عشان عمليه التخصيب تكون سليمه بالنسبه للحمام. وفي ادويه بشريه بجيبها زي ECE سيلينيوم، ده جميل جدا برضو، بجيبه وبقدم منه حبايه للذكر عشان عمليه التخصيب، واهتم بالاملاح المعدنيه والكلفه السليمه زي ما قلت. وان شاء الله باذن الله هيكون موسم انتاج كويس جدا. لو في اي حد من اخواتي عنده اي مشكله يتفضل ويسيب لي تعليق في الفيديو ده، ان شاء الله باذن الله على قد ما اقدر احاول ان انا افيدكم بيه ان شاء الله. اهم حاجه يكون كلكم فاهمين، واهم حاجه يكون الفيديو سهل خفيف على قلوبكم. ان شاء الله باذن الله بينا وبيكم معاكم مكملين. نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله، هنتكلم فيه عن كيفيه العلاجات. هيكون فيديو مختصر هنتكلم فيه على العلاجات. علاج عدم تخصيب الذكور ايه هو واقدمه ازاي، علاج كشاشان الحمام، الريش، علاج الديدان، الطريقه السليمه ايه هي، والمقدار اللي انا اقدر اديه للحمام بتاعي ان شاء الله باذن الله في فصل الشتاء اللي احنا فيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله بينا وبيكم معاكم مكملين. اترككم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا الحنان ده كله